حبايبي الحلوين، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة. النهاردة بقى هنعمل وصفة تحفة بجد، ميكس بين البسكوت والكيك، وهنعملها بدون زبدة او سمنة وفي الخلاط كمان، وهنعملها بطريقة سهلة وسريعة. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. في البداية هنحط في الخلاط بيضتين، عليهم معلقة صغيرة فانيليا وكوب الا ربع سكر ونص كوب زيت. نخلطهم بقى كويس لمدة 3 دقايق لحد ما الخليط يبقى ناعم معانا. نيجي بقى للدقيق، هنحتاج 3 اكواب دقيق ننخلهم كويس ونضيف عليهم معلقة صغيرة بيكنج باودر وربع معلقة صغيرة ملح. نقلبهم سوا ونضيف عليهم الخليط اللي عملناه. نقلب بقى الخليط مع الدقيق، مش عاوزين نعجن خالص، هنلم بس لحد ما الدقيق كله يندمج مع الخليط وتتشكل عجينة. هتكون عجينة بتلزق شوية زي الشكل ده. هنقسمها بقى لجزئين قد بعض، وناخد اول جزء نضيف عليه معلقة كبيرة دقيق ونلمهم مع بعض وهتتشكل عجينة متماسكة. نركنها بقى على جنب. نيجي بقى للجزء التاني، هنحتاج معلقتين كبار كاكاو خام، نضيف عليهم معلقة كبيرة زيت، نخلطهم سوا وننزل بيهم على العجينة. الطريقة دي اسهل من ان احنا نحط الكاكاو والزيت على العجينة على طول. ندمجهم مع بعض كويس كده. بقى عندنا عجينة فانيليا وعجينة شوكولاتة. ناخد بقى العجين ونقسمهم كل واحد منهم 4 قطع. نبدأ ناخد بقى قطعة شوكولاتة ونلفها رول بالشكل ده، وكمان واحدة فانيليا ونعملها نفس الطريقة. نرصهم بقى جنب بعض، واحدة شوكولاتة وواحدة فانيليا لحد ما نخلص كل الكمية. هتبقى بالشكل ده. نحطهم بقى على بعض ونبدأ نلفهم رول طويل شوية، ونقسمهم لجزئين قد بعض. نحط بقى الجزئين على بعض ونبدأ نضربهم كويس ونسويهم بقى، وهيطلع بالشكل ده. نجيب بقى صينية فيها ورق زبدة، ندهنه زيت بسيط ونحط الرول بتاعنا ونلف ورق الزبدة عليه. ندخل بقى الرول بتاعنا فرن سخن مسبقا على الرف الوسطاني ودرجة حرارة 170 لمدة 45 دقيقة، واخر 5 دقايق هنفتح الشواية عشان ياخد لون دهبي خفيف. وده الرول بتاعنا بعد ما خرج من الفرن. نفك بقى ورقة الزبدة من عليه ونسيبه على شبكة لحد ما يبرد خالص. نجيب بقى 100 جرام شوكولاتة خام ونحط عليها معلقة زيت ونسيحها على حمام مية او في الميكرويف، ونبدأ نغلف الرول بتاعنا بالشكل ده. ندخل الرول التلاجة لمدة 10 دقايق عشان الشوكولاتة تجمد بسرعة، بس عامة الجو برد فالشوكولاتة هتجمد على طول. نقطع الرول الجميل بتاعنا بقى بسكينة تكون حامية شوية عشان ما يتكسرش معانا. شايفين الجمال والروعة؟ ميكس تحفة بين البسكوت والكيك. مش قادرة اوصف لكم ريحته كانت عاملة ازاي، ولا الطعم حكاية بجد. يا سلام بقى مع كوباية شاي او نسكافيه، تحفة. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم. مستنية تطبيقاتكم وتعليقاتكم الجميلة، وبألف هنا وشفا مقدما على قلوبكم.